تعالي يا ست بصي، انا هوديكي دار مسنين علشان انا مراتي زهقت منك خلاص. انا اروح دار مسنين ازاي يا ابني؟ انا مراتي مش عارفه تاخد راحتها في البيت، اعمل لك ايه؟ وانا اعمل ايه؟ ده انا امك هترميني كده هتموتي. اموت ازاي؟ ده دخلت علم انا ماليش حد غيرك، مين يشيلني؟ مين ياخد باله مني؟ حبيب قلبي، دي المعامله اللي اتعملها يا باشا انت مالك يا باشا، دي امي وانا حر معاها. طب حد بيتعامل مع امه كده؟ انا بتعامل مع امي كده. يقول لك تعامل مع امك كده. طب الرسول قال افضل الصلاه والسلام قال لك تعامل مع امك كده. انا دلوقتي امي دي قاعده معايا انا ومراتي، وانا متجوز بقالي سنتين وامي قاعده معايا. انت تعتبر ابنها، لازم تتعامل معاها باسلوب حلو. لو انت عملتها باسلوب حلو الناس كلها هتعاملك باسلوب حلو. طب انت ترضيك ان انا مراتي دلوقتي طالبه الطلاق لو هي فضلت قاعده معانا؟ مراتك طالبه الطلاق؟ او لامك ولا مراتك؟ مراتي هي اللي باقيه لها، هي اللي هتربينا. لا 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 لا، الام مالكش خير في امك، مالكش خير في حاجه، امك هي كل حاجه. طب وبعدين اخسر مراتي يعني؟ مراتي واخسر عيالي؟ اللي مش عيالي كل حاجه هيتربوا وانت هتربيهم، وربك كريم ومحدش بيخسر حاجه في الدنيا، بس اهم حاجه ربنا قال في القران امك، ورسول قال وصى على امك 3 مرات في الحديث الشريف. تيجي انت يعني تخالف في الدنيا وتخالف ربنا وتيجي تتعامل مع امك طب باسلوب انت وحش. هي المشكله دلوقتي انا مراتي عايزه تطلق، لو امي رجعت معايا البيت انا اروح لمين دلوقتي؟ اروح عند مين انا؟ انا عامل انا كده واخد امي، اعتبرها امي يا عم. انت ترضى ان الست دي تقعد معاك انت ومراتك وعيالك؟ عادي، شرف ليا، ده بالزيد، ده بالزيد. هتستحملها؟ استحملها، ده زيد خير في بيتي يا عم. خلاص يا عم بدل انت شايف كده خدها. اخدها يا عم. خدها يا عم. شرف ليا، شرف ليا، مالكش خير في امك، مالكش خير في حد على وجه الارض. خلاص يا ست، في واحد يجي ياخدك تعيشي معاه اهو. وانا هنا عليك تسيبني لحد غريب؟ يا ست هنا عليا مرات تطلع مراتي. انت بتعملها كده ليه؟ ده اسلوب تعامل ليه؟ باشا مش انت قلت دلوقتي هتاخدها تعيشها معاك؟ ايوه خدها يا عم. خلاص خدها، انا ماشي انا بقى. ماشي. الله يكبر خاطرك يا ابني، الله يصلح حالك، بس انا هبقى عبء عليك كده، يعني هشيلك كده فوق طاقتك. انت اكيد عندك عيالك وعندك والدتك وعندك بيتك. وربنا ينساني؟ ربنا مش هينساك، ربنا يكبر بخاطرك. هو ما فهمش الدنيا ماشيه ازاي، ان ربنا وصى على امه. هي امه اللي باقيه له ولا مراته؟ ده الام، امك ثم امك. المرة تروح تيجي غيرها 20 واحدة، الأم لا، الأم اللي كبرت وربت وعلمت وسهرت الليالي، والشقة دي أنا جايباها له بفلوسي وتعب وشقاية، هو ما تعبش فيها، ما تعبش فيها. السلام عليكم. اهدى بس، اهدى في ايه؟ احنا بنصور تجربه اجتماعيه، ايدي مايك وفي كاميرا بتصور في العربيه اللي قدام دي، بص كده هتلاقي في حد بيشاور لك، دي مش امي، وكل ده بس تجربه اجتماعيه احنا بس بنعملها قدام الناس عشان نشوف الردود الايجابيه اللي زي حضرتك. والله انت صدمتني باللي انت يعني الموقف اللي انا شفته، بس عاوز اقول لك على حاجه، لو مالكش في خير في امك مالكش خير في حد. انا عارف ان الموقف صعب والله، بس احنا اسفين. الموقف ده لازم يتعمل علشان في ناس كتير ممكن تعمل مع امها كده، علشان في ناس ممكن يكون مامتها عايشه معاها وتطردها من اجل مراتها. مالكش خير في امك مالكش خير في حد. استوصي بالناس خير، يعني بامك خير وتعامل معاها باسلوب حلو. تشتري الحنيه من حد تاني غيرك اكيد لا طبعا. انت اللي لازم تكون حنين عليها، يعني انت استحملتك العمر كله، ازاي دلوقتي ما تستحملهاش في حاجه زي دي؟ كل واحد يخاف على امه. امك لو راحت منك يعني مش هتحس بالحياه وهتحس بخير في الدنيا. بعد امك مفيش خير. اكيد طبعا. ممكن نزعل الفيديو ده؟ انت عامل بالك الكاميرا؟